سميتي عبد الرحمن، ولد مدينة ايت ملول، ولكن دابا ساكن في مدينة أخرى، حيت كنت غير تزاديت في هذه المدينة، ولكن من درت 5 سنين تحولنا. الأب ديالي شخص محافظ ومتدين لأقصى درجة، الوالدة إنسانة كدير النقاب، وتخلقت وسط هذا الجو العائلي متدين، وعارف كاع اللي كيسمع دابا عارف غادي تخيلني بحال تزاديت وسط عائلة طالبان. لا الأمور عادية، والوالد ضحوكي معانا وعايشين السعادة، رغم أننا ناقصين بزاف الحوايج على أساس الحرام والحلال، ولكن أخويا جو زوين وعاجبنا، وما كانش الوالدين يرفضوا علينا اي حاجه، ضروري ما نتشاوروا ونتبادلوا الراي. الاب ديالي كان عضو بارز في جماعه دينيه سميتها العدل والاحسان، اللي قديم معايا هنا في الشان، ولا كاع اللي كان كيتفرج فيا هذا البودكاست غيعرف شنو كان طرا لي مع واحد المجموعه ديال العدل والاحسان اللي كانوا حدانا. معنا نكملوا القصه ديال الدري. هذه الجماعه بعيد كل البعد على الامور السياسيه ديالها، لكن كانت حاضنه الشباب، نفعت شحال من دري من التشرد وانه يصبح ولد الزنقه، واثرات بزاف ديال الناس وعاونات بزاف. كان في عمري 12 عام، وانا وسط هذه الجماعه كنا كنخيموا ونديروا الانشطه وسط الاوقات الفراغ، بحال الكره، العومان، وحتى حفظ القران، وكان كلشي كيحترم كلشي. وهنا حتى انا بغيت نقول لكم من غير الميولات سبيسيفيك ديال هذه الجماعه، كانوا في صراحه نعقل يديو الدراري يلعبوا ماتشات في الغابه، كيعيطوا لك الدروس ديال الدين، بحال كانت واحد الشبيبه اللي ما عندناش في الدرب داروها هما واحد الوقيته غير بيناتهم. حتى لواحد النهار كانت عندي ديك 18 عام، مشيت مع الاب ديالي عند واحد القيادي في هذا الحزب الديني، كان عارض على الوالد. بقينا جالسين حتى لواحد اللحظه خرجت نمشي للطواليت، وانا غادي كان الظلام شويه، حتى كنشوف حوريه بيضاء اللون، تقول القمر نزل من المجموعه الشمسيه وجا قدامي نور طريقي. خويا ما عرفتش هذاك شنو عطاكم مع اتاي، مي راك مبوق، وهي واقفه وانا كذلك، لكن راه كانت ايه في الجمال. اول مره نشوف الفرماج عنده نيف وعينين ورجلين. اودي على كبر وسط عائله متدينه، اش هاد الهضره الحمار. حاولت نجمع التشتات ديال التفكير ديالي اللي تهرس بحال شي كاس ديال الدجاج، وقلت لها وانا كنتمتم وعرقان بحال سابق هشام القروج، اسمح لي كنت باغي نمشي للطواليت. وهي تقول لي ماشي مشكل، وزادت صوتها الا قلت لك حسن من صوت نور وشيرين، وزيد عليهم حتى ام كلثوم ما غتثقش بيا. صوتها خرق لي قلبي وما راعى لا الحدود ولا اعراف الدوليه. خويا هاد الشعر هذا راه عندك زايد، وهادشي كيقراو لكم تما مع الدروس، ولا هاد الريز منين جاي؟ مشيت للطواليت اللي اصلا بالتلفه ما درت والو، دخلت وخرجت جلست حدا الوالد، وما كرهتش ديك اللحظه نتكى على ودني ونقول ليه هاد البنيته اللي عند عمي بغيت دابا نديها لدارنا. سالينا ومشينا بحالنا الغد اللي كنت قاري حتى العشيه مع الجوج، ولكن فقت مع السبعه ومشيت حدا دارهم نعصر عليها. لا ربما تخرج تمشي للمدرسه، لكن للاسف داك الصباح ما مشات. رجعت بحالي مع 12 للدار، وكانت ديك الساعه عندي اول عام في الجامعه كما عارفين، قاري مع الجوج، وانا نقول بلاش، وبقيت عاصر تما حدا دارهم. وكانت هذه اول مره في حياتي كنغيب على القرايه، حتى شفت باب دارهم تحل، وخارجه واحد البلاره، واحد الحسناء بواحد اللباس محترم. رجعت فيا التقفقيفه والرعده والحشمه والخلعه، وزيد من عندك. هاد البنت عطاها الله الزين والوقار، وكانت يلاه كتقرا في السانكيام. اش كتقول اخونا؟ واش باغي تصيفطني معاك؟ كيفاش كتقرا في السانكيام انت جالس؟ اش هذا الخرا؟ يا ربي تكون ساقطه شي 5 سنين ولا كيجيب لي الله. شاد من نيتو كيعاودني على دريه حداويه كتقرا في السانكيام، خويا راك بيدوفيل. لكن اخلاقها الخارجيه تقول ديال استاذه جامعيه. مهم وقفتها وقلت لها اهلا بنت الحاج، بوغوس زوين ايت ملول حمار، هادشي راه ما كيدارش. اي واحد فيكم هنا كيتصنت، عندك شي نهار توقف على شي وحده ما عندهاش 18 عام هادشي في الحبس. تعارفنا وتبادلنا الارقام الهواتف بنيه حسنه. انا كان غرضي نتزوج بها، خاصه انني كنت خدام وكنقرا وكان عندي مصدر دخل اخر. اش كدير؟ كتبيع السواك. وزيد على الوالد كان تاجر كبير وكانت الفلوس الحمد لله. قلت علاش لا، غير تشد الباك ديالها نتزوجوا. اش بان لكم فهادشي؟ واش عادي زعما شي واحد غير يشوف شي خاص غير حتى تشد؟ لا ما كنظنش، ما عندكش حق تشوف بهذيك. شوف قبل ما كيعندنا فرماج ما تخلاني نخرج من فمي، راه هو اللي كيقولها. انا هادشي ما كنتش عارفو ملي كنت كنقرا. داكشي اللي قلت خصو يتبيبا ولا يتميوتا في الايديتين. تعرفنا كنا كنهضروا في التليفون تقريبا كل نهار، ميساجات واتصالات. هو تكون عندك دريه ودريه مختلفه، ماشي منفصله جوج من الحاجه وكتقلب لك غير وقتاش تهز خنشه ديال السكر ومشموم ديال 1600. لا، هاد الدريه منفصله اخرى، كائن ثقافي مخلوقه غير البوسه ديالها تخلي فلاديمير بوتين يعتذر ويبوس لسيدنا راسو. عرفتي شكون غادي يبوس لسيدنا راسو؟ انت ملي غيغبروك في الحبس. هذه ماشي ديال جوج من الحاجه، هذه ديال 5 سنين في الحبس. وكيفاش كائن ثقافي السيده كتقرا في السانكيام؟ انت تخور يلا كتعلم تحل المعادله. ما عرفتش من ثقافه انت كتقلب عليها، ولكن ما علينا. ملي كتوقف معاك كتحس ان قدامك كيان ووجود، ينعل مدونات المراه والاسره، ينعل شي قوريه ولا ميا خليفه. غير ليله مع هادي من بعد حطوني في حاله نتقاتل معاهم، ولا بغات الموت تجي الف مرحبا. واش هذا ايش ملول عارف اش كيهضر على دريك تقرا في السانكيام ولا لا؟ انا باقي ما فهمتش ومازال زايد في ذاك الريز ديالو. سمعوا
تجمع فيها كاع العياقه والاناقه، صبيعات بحال الفريتات تاكلهم بلا مايونيز. هذا اللي كيكتب السطور شي مسطي. غنقزوا الشعر ديالو. خويا هلال هذا العام ديالها شفتها مره واحده ومن بعيد، ومع ذلك كان الحب بيناتنا كيفوت الخيال. العام الثاني كان عندها السيزيام ودرت لها كادو حيت جابت الجهوي بنقطه زوينه، نفس الشيء في الباك، ومشات لواحد الجامعه اللي كاينه في مدينه اخرى واللي انا كنخدم فيها وكنقرا فيها العام الثاني ماستر. هاد باش وصلنا لغولاسيون ليغال. ما عرفتش واش باقي نزيد نسبو ولا ندوزوها ليه حيت ما عمرو تلاقى معاها. وما قولي في كومونتير اش كتقولوا في هادشي حيت انا خربقني. بدينا كنتلاقاو ولكن عمري مديت يدي عليها، وكنت ديما كنقول لها الزواج غير نكمل الماستر ديالي ان شاء الله. كملت الماستر وقدر الله عليا نمشي لالمانيا لمده ديال 6 شهور فورماسيون مع نفس الشركه اللي كنت خدام معاهم من ايامات القرايه. ديك 6 شهور كنا كنهضروا مره ولا جوج في السيمانه، راك عارف كلشي مشغول. كنت درت شي علاقات في حدود، ولكن كنت معاشر واحد القوم من صحاب ديال السهر الليالي، شفت معاهم العجب ولكن ما تبليتش. المهم اخوتي رجعت من المانيا وبدينا نتلاقاو من جديد. ديما كنوصلها لباب دارهم ونمشي في حالي حيت كانت الشركه دارت لي طوموبيل والخدمه زادت كثرات، وليت مجبر 2 حتى 3 المرات في السيمانه كنت ديبلاصا. النتيجه هي وليت كنشوفها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم. حتى التليفون نقص حيت كنعيا من السوقان، مع كنسالي كنبغي غير الناس. بدات كتعاود ليا على بنات جيرانها في الزنقه، بدات كتخرج معاهم وكتخلط في المدينه. كملت الاجازه ديالها ودرت لها كادو حفله مع دوك البنات نيت. المهم هاد المده كامله يلاه كنشد يديها مره. اغلبيه الدراري اللي كيتفرجوا دابا غايقولوا عليا دمدومه ولا بارد، ولكن انا ما كنتش باغي الحرام، بغيت نجوع حتى ناكل في الحلال، خاصه هي جامعه كلشي الشاورما. مشيت عند الاب ديالي وصارحته باللي بنت صاحبو كتحمقني وباغيها نتزوجوا. الوالد قال لي ولدي واش مقتنع بديك البنت؟ قلت له هي اللي باغي نكمل معاها حياتي. قال اسمعني مزيان، الاب ديالها راه اكثر من صاحبي الله يرضي عليك، ما تخسرش ليا علاقتي به وما مستعدش نخسر صاحبي، دير بحساب هادشي. صافي داك الشيء اللي كان مشينا خطبنا من دارهم، كان كلشي على ما يرام. اتفقنا على اساس نديروا العقد، غير نسالي اموري ديال الخدمه ونشوف فين تستقر ناخذ الدار، وديك الساعه نديروا عقد النكاح. واش هذا شي عقد جديد ولا كيلوح لنا شي معنى؟ راه ما كنفهمش هادشي بزاف ديال العربيه الفصحى. حتى باها باش ما نظلموش واحد من اطيب خلق الله قال لي ولدي دير اللي تسلكك وبنتي امانه في عنقك، وما عمري نجي نشرط عليك شي حاجه، سير الله يسهل عليكم. حنا بيناتنا كان الحب والتعناب والرومانسيه وحنا وهلكتينا بهادشي. هي نيت بينادم داك النوع اللي كيكتب لها الرسائل مره بالعربيه الفصحى بالليل، وان خدك في قلبي لا انام. فقط حاجه اللي ما كانت هو العقد اللي قلت لكم قبيله. اما كان الشعور ديالنا بجوجنا مزوجين، انا كنحكم وفي نفس الوقت كنأدي بالواجبات الماديه، كتشري لها رايبي وميروندينا في الساحه، وهي كذلك الزوجه المطاعه. تبارك الله عليكم. حتى السيده بدات تطلق عليا سمكه الطونه العنيده صيفات. كنقول عادي، امور بحال هادي ضروري ولا بد منها، راك عارف الزواج. تخاصمنا داك الصيف وفوق ما كنزيد نحذرها تزيد طلع، كثرات عليا حبس معها الهضره. على اساس السيده تجمع راسها وتأدب، وكما كيقولوا هذا عقاب في حد ذاته ويقدر يرجعها للطريق. رجعنا كنهضروا مور الصيف، واش هذا نيت كيهضرنا على مراته ياك تزوجوا، مراتي ما كتهضرش معاه في الصيف. شحال خايبه صاحبي تعطل على الدريات. دابا يلاه كيعيش الصاحب ديال الكوليج ولا ما، وهي اللي بدات كتقول لي نجي نتزوج بها خلاص وفي اقرب وقت، يعني باقي ما تزوجوش. قبيله خربقني بعد عقد هذا وعقد هذا، وقيلا زعما دواء وقالوا صافي راه ديالك، قراو الفاتحه وقيلا زواج ديال الدين. انا في ذاك الوقت بديت كنتردد ونقول بلاتي شويه اللي زربوا ماتوا، وزيد عليها ما كنتش مستعد بحكم يلا بدلت الشركه، والشركه الجديده اقترحوا عليا عاوتاني فورماسيون في سبليون، وكاينه حتى امكانيه تستقر تما. ما كنتش عارف راسي من رجلي، وقلت لها اللي كاين. قلقات وما بقاتش كتجاوبني بزاف، ولكن بقينا على تواصل. دبرت لها على خدمه باش ما ترجعش ليا لدارهم حيت ما تقبلاتش في الماستر اللي بغات. داك الصديق اللي توسط ليا باش تخدم معاهم في واحد الشركه كبيره كان مره كيجيب ليا اخباره، وهي ما عارفاش باللي عندي صاحبي تما. كنت غير صيفط دير الانترفيو عادي، هو دار خدمته في الباك جراوند. كان كيقول لي راه فلانه مره ما كتجيش، وراهي لا زادت مازال غيجريو عليها. كنسولها كيف دايره مع الخدمه، تقول لي لاباس. عند بالي راه هي ما حاملاش ديك الخدمه وكتقول لي هكاك باش ما تقلقنيش. واحد الوقت ما بقاتش كتمشي والولد قالها لي، ولكن هي كتقول لي العكس وانا ساكت ما كنقول والو. واحسن حاجه كنت درتها هي ما قلتش لها راه الشاف ديالها صاحبي. المهم ولينا كنهضروا عادي ماشي بزاف، الا ما عيطتش لها ما تعيطش هي، مره تجاوب مره ما تجاوبش، حتى بغى ربي يفك هاد الحريره. كنت رجعت من الاسبان وعطاوني الشركه شهر راحه مخلص، كنت كنخرجها لاحسن اوتيلات ونتقهواو فيهم وتهليت فيها. راك عارف كتكون راجع من شي سفر وهي بقات صابره معاك وتوحشتها، ولكن البنت كانت بارده شويه في التعامل، وبدا كيبان لي الطمع دخل لها. كتكوموندي
كوموندي احسن ماكله، تجرني لي مول تاخذ اللي بغات وانا كنخلص. كنت عما بالحب اخوتي وحتى حمار طبعا. غير توضيح للبنات ليكن في علمكم، الراجل شحال ما كان عنده ديال الفلوس ولا ريتش كاع، غير يشوفك غادا خارجه معاه كضربيش ليه حساب على جيبو وتكيسي شويه عليه، غادي يعطيك ورقه حمراء، حيت ماشي دمادم ما كتعرف تميز ما بين هادي وهادي. ولكن اخويا راه الدريات ماشي دمادم، وهاد اللعيبه اللي كتقول انت راه ديمودات ولا حتى هي كتقول لك لا ما نمشيوش انا ندخلوا غير هنا، تا تشدك مزيان كسادا تعلق لك. المهم شدني الاب ديالي وقال لي صافي راه طولتي على السيد في هاد المرحله ديال الخطوبه، خصنا نقضيو اللازم. عرفتي علاش تلفت قبيله، راه كانت الخطوبه. قلت لي الوالد راه كنتقاتل باش نشري دار، عاد نتوكل على الله. صدق الوالد مسكين شاري ليا هو دار في موقع زوين وقال لي يلاه توكل على الله. انا جاني باك مسكينه بديتي تحشموا مع السيد وخليتي دابا هو نايض كيدير لك هادشي. علمك النهار الاول رجعت نخدم وقررت صافي ناخذ كونجي باش نمشي نضرب البيض في الكحل. داكشي اللي كان دفعت للخدمه تقبل وقررت نجيب مالين الدار يدوزوا الصيف في المدينه اللي انا فيها وفيها حتى الدريه ومنها نقد نخرجهم مره. المهم بديت كنقلب على شي دار مفرشه للكرا فين يدوزوا مالين الدار الصيف، وقلت حتى يساليو العطله ديالهم عاد نقول لهم راه غندير العقد وما غتكون لا حفله لا هم يحزنون. تواصلت مع صديق ليا عطاني نمره ديال السمسار، هاد السمسار غنسميوه عصام. كنت كنعرفو كنشوفو بزاف في القهوه، شاب من داك النوع اللي صوتو حرش بكثره البليه، واشم يديه وديما لابس ديباردور واخا البرد، ابو زبال هذا زعما الميخي، سناسل في العنق تواشى في يديه ضادر ديال الشمس. نهار السبت الصباح بكري خرجت من مدينتي وشديت الطريق، وصلت ديك 10:30 صونيت على السمسار ما جاوبش، عاود صونيت جاوبني صيفط ديال اللوكاليزاسيون باش نجي عنده. لحسن الحظ كنت قريب لديك البلاصه فين كاين ديك الدار بحالها عامره فيها شي 6 ديال الشقق، وكنت كندوز ديما قبالتها فاش كنت كنقرا. صونيت لي حل لي الباب الانترفون، دخلت طلعت لليطاج الثاني مشيت لابارتمون اللي قال لي، دقيت الباب حلات لي بنت ما كنعرفهاش، ومع حلات طلع ريحه ديال الشيشه والزهو في البارتمون. ما دخلتش ولكن بقيت حدا الباب كنتسنى خونا حيت كان في الطواليت. في الاول سحاب لي البنت اللي حلات الباب هي اللي كانت معاه، شويه كنسمع الصوت ديال راجل اخر في الدار وبان لي خارج بشورت للمراه، والمفاجاه هي البيت اللي كان بابها حدا الباب ديال الشقه تحلات، وحتى داك الباب واقفه بنت ما شافتني ما شفتها، حيت بحال واقفين بالتوازي، انا حدا الباب ديال الدار من الخارج وهي من جهه البيت لداخل. سمعت صوتها عرفتها، في الاول شكيت ولكن دار حوار بينها وبين البنت اللي حلات لي الباب. قالت لها ايوا فلانه كي درتي تفقتي دابا النزار ما خلاكش كيضحكوا. الصوت عارفه ولكن الصوره مازال، قلبي كيضرب 450 دقه في الثانيه. هنا غادي ندير راسي كنهضر في التليفون كنتفاجئ بها كتطلع ليا وشداتها هيستيريا ديال الضحك. السيده لابسه سوتيان وشورت وطالقه شعرها. انا تصدمت وما استوعبتش شنو كنشوف، هي باقا كتضحك بالجاد بقوه الصدمه. تلاحيت على ما كنقج فيها والبنت الاخرى كتدفعني، خرج خونا من الدوش كيدفعوا فيا، لكن انا وليت بحال شي طور عطيتها قتله ديال الكلاب. نوضت تما وخونا فهم الديكور كيهدن فيا، هبطني للطوموبيل بقى كيقول لي هذيك راه غاديه الزنقه ما تسوقش ليها وانت راجل. هو عارف راسو مقوده حيت ممكن ديك الساعه نغرق ليه، وعندهم تما في الغالب التباوق في الدار. مشيت واحد الخلا ديت الطوموبيل بقيت كنبكي شحال على الشمته اللي تشمت والنيه اللي خرجات عليا. صونات عليا اكثر من 20 مره ما كنجاوبش. تهدنت شويه مشيت شربت قهوه وانا نعيط لها، سبيتها مزيان وحلفت تنشريها لها وغنصوني لباها ودارهم غيعرفوا كل شيء. بقات كتطلب فيا والرغيب وقالت لي راه غلطات وتبعت دوك البنات اللي كانوا كاريات معاها. الحاجه اللي ندمت عليها هي ما حيدتش لها فلوسي اللي خسرت عليها. الا ما فراسكمش في القانون الا شريتي للدريه في الفتره ديال الخطوبه كادوات وبقاو عندك لي غوسو ومن بعد تفسخات راه خص الدريه تردهم لك وتقدر تدعيها. القضيه شفتها في انستغرام من عند دري صاحبي في القانون. هادشي كنقول لكم بصح. بعد ما رجعت في حالي قررت نبدل الوجهه وندي موالين الدار لبلاصه اخرى. وجهي ما كانش كيبشر بالخير ودغيا غادي تعيق بيا الوالد. تكالميت والسم اللي فيا كامل خويته في الخدمه. حاولت ننساها وما قدرتش. صبرت وانا نصوني للوالد. بديت كنعاود ليه هو مصدوم. قلت ليه دابا صوني لباها فكوا هادشي ويعرف باللي والد كلبه. وهذه كانت اول واخر مره خسرت الهضره قدام الوالد. بابا قال لي فين انا جاي عندك. جا وكان هضر معايا بعقلانيه وقال لي باللي لباها ساق الخبار غادي يذبحها وغنصدقوا خرجنا على اسره. المهم الاب ديالي عرف كيفاش يكالمي القضيه. صونيت لديك الكلبه قلت لها هي تكلف تعلم باها باللي ما بقات حتى حاجه والسبب منها باش ما تخسرش العلاقه ديال الاب ديالي مع باها. المهم صافي رجعت للخدمه. صيفطوني ديبلاسمون اللي ما زقلتوش. مشيت لدوله افريقيه دوزت فيها 8 شهور ورجعت ولكن ما قدرتش ننسى. جاب الله التيسير في خدمه احسن من الاولى. هاد المره اسبانيا مشيت ما رجعتش. الصيف اللي داز كنت جيت للمغرب وقلت علاش لا نرجع لديك المدينه ونحاول نعرف اخبارها. تلاقيت مع صحابي وشفنا داك السمسار وحيت مدينه ما كبيراش بزاف ساهل تلقى الخبارات. سولتو عليها
قال لي راه شاده ديك الطريق رسميا دابا ولات لبنى ابي دار حقيقيه.